تحية طيبة لجميع المتابعين الكرام، ونحييكم دائما بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونتمنى تكونوا في صحة وعافية. بطبيعة الحال هذا الفيديو للتفاعل مع الأحداث المتتابعة والمتسارعة التي تقع على الساحة الفلسطينية بطبيعة الحال. فالأحداث اللي وقعت هذه اليومين تفرض على من يدعي التحليل الاستراتيجي أو التحليل الأمني أنه يعطي شوية ديال المسافة باش أنه يشوف الأمور بعيون باردة، ولكنها لا تخلو من ذاتية، على اعتبار أننا دائما نتفاعل مع القضية الفلسطينية، وعلى اعتبار دائما نؤمن إيمانا راسخا بعدالة هذه القضية. وكتعرفوا كما كتعرفوا المملكة المغربية أنها ترفع القضية الفلسطينية إلى مصاف القضية الوطنية بطبيعة الحال. فمبدئيا نحن مع حق الشعب الفلسطيني بطبيعة الحال، حقه في بناء دولته وتأسيس دولته على حدود سنة 1967، حقه في دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، حقه الغير قابل للتفاوض اللي هو حق العودة وعودة اللاجئين الفلسطينيين. ولكن ربما الاختلاف يقدر يكون حول الاستراتيجيات والطريقة لتحقيق الهدف السياسي الأسمى الذي يتفق عليه جميع العرب بجميع جنسياتهم وبجميع ديانتهم. فأولا كاين واحد الملاحظات اللي ربما الإخوان خصهم أنهم يلاحظوها، وربما أن الكثير منهم أنهم لاحظوها. تحليلات ننسلخ قليلا للعاطفة ونحلل. فأنا ذاك الاقتحام ديال العناصر ديال حماس اللي أنا عندي موقف مبدئي منها، وأعتبرها بأن جميع تيارات الإسلام السياسي ليست لها أجندة وطنية ولا تؤمن حتى بفكرة الوطن، والوطن بالنسبة لها هي مجرد حفنة من تراب عافن، وهي لا تؤمن حتى بالعملية السياسية. والدليل هو أن من 20 سنة حينما امتطت جواد الديمقراطية وتربعت على عرش قطاع غزة لم تقم بأي عملية انتخابية، وهذا ما يؤكد بأنهم لا يؤمنون بالعملية الانتخابية إلا في نطاقها ديال المودودي اللي تقدروا ترجعوا له في واحد الكتاب مهم يؤطر كيف يمكن لجماعة الإسلام السياسي الوصول للسلطة من خلال امتطاء الجواد ديال الديمقراطية. وهذا كتاب في نظرية الإسلام السياسية من بعد نقدروا نفصلوا فيه، لكن أنا أربطه بالقضية الفلسطينية ونعتبرهم جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني بطبيعة الحال. لذلك نتناول هنا هذه الظاهرة ونحلل ما حدث. أولا اقتحام بغض النظر على أن العملية كان لها واحد الشاو إعلامي كبير، البعض اعتبرها بأنها ضربة للعقيدة الأمنية الإسرائيلية، والبعض اعتبرها بأنها أسقطت أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر، وهذه القضية كانت عودتها الشقيقة مصر سنة 1973. البعض اعتبرها بأن إسرائيل ليست بتلك القوة وتلك الهالة التي يتصورها البعض، وبالتالي هو مجرد تضخيم البالونة اللي منفوخة بالهواء بطبيعة الحال. لكن هناك ملاحظات. أنا ما أعتقد بأن إسرائيل بهذا الضعف، وما أعتقد بأن ممكن أن القيام بهذه العملية حتى مع أبسط الدول وأضعافها. يتم الاقتحام واستغلال وقع المفاجأة، هذه معروفة في الحروب. المفاجأة هي نصف الانتصار. لكن أنك تقتحم مجموعة من النقاط الحدودية دون أن تكون هناك أي رد فعل من الأجهزة أو الجيش الإسرائيلي، هذا يطرح أكثر من علامات استفهام. واخا أنك تدخل حتى إلى عمق 40 و 50 كيلومتر في الداخل ديال الإسرائيلي بين قوسين، لأننا نعتبرها بأن هذه فلسطين المحتلة، ولكن الأراضي التي تديرها إسرائيل، أنك تدخل إلى عمق 40 50 كيلومتر ولا تكون هناك أي ردة فعل من الجانب الإسرائيلي، هذه تطرح أكثر من علامة استفهام. أنك دوز تماك أزيد من 5 ساعات، وأنك تقوم بمجموعة من العمليات اللي ما أعتقد أن الجميع متفق عليها. المهم حنا نتحدث على ما هو أمني. 5 ساعات وعناصر ديال حماس قتلت بعض الجنود، قتلت بعض المدنيين، اختطفت مجموعة من الفتيات ومن الفتيان ومن الأطفال كاينين وبعض العجائز. 5 سوايع
بدون دون وجود أي ردة فعل إسرائيلية. كذلك لو ريبلي سكون نابيل لو ريبلي ديفونسيف، داك التراجع ديال الدفاعي، خدا واحد الوقت كبير، ولم تكن هناك أي ردة فعل إسرائيلية. هذا الشيء هذا كله كيطرح مجموعة من علامات استفهام، ويحيلنا على ربما على السيناريو ديال 11 سبتمبر، ديال اللي ربما مجموعة من المحللين الذين ذهبوا في اتجاه أن ربما أن الأجهزة الأمريكية أنها غضت الطرف ولا غضت النظر على المنفذين ديال الهجمات ديال 11 سبتمبر في مقابل تحقيق واحد الأجندة أو الاستراتيجية على المدى البعيد. وهنا لابد من التذكير أن في مصالح الدول، لا أتحدث عن الدول الإسلامية التي لها بعد قيمي في تعاملها مع المواطنين ديالها، ولكن الدول بصفة عامة، أن الأرواح البشرية لا تكون مهمة بذاك القدر الكبير عندما يتعلق الأمر بتحقيق أهداف سياسية ومصالح استراتيجية. وبالتالي أنا أقول ربما هذا تحليل يقدر يكون صحيح ويقدر يكون غلط، أن إسرائيل غضت الطرف على مثل هذه الهجمات، لأن من أجل خدمة لاستراتيجية بعيدة المدى ولأهداف ربما نراها في القادم من الأيام، لأن هذا الشيء هذا غير عادي. النقطة الثانية، لابد بالاعتراف بالأخطاء ديال حماس. وهنا أقول فعلا يبدو أن هذه العملية كان محضر لها منذ مدة، لكن لا أعتقد أن أكثر المتفائلين حتى داخل حركة ديال حماس كانوا يتوقعون هذا التلاشي، هذا التراخي الأمني أو التلاشي الأمني الذي يحيل كأنها لا توجد هناك دولة. ما وقع أول أمس في الداخل الإسرائيلي بين قوسين يحيلك وأنك لست أمام دولة ضعيفة، بل وكأنك أمام لا دولة ولا نظام، وبأن هذه الأرض بلا سيد، بالمعنى ديال تاكسون متر، بلا سيد يديرها، الفراغ المؤسساتي والفراغ الأمني إلى أبعد الحدود، اللهم بعد التواجد الرمزي لبعض العناصر ديال القوات الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي. وبالتالي أنا أعتقد بأن العناصر ديال حماس تفاجأت بهذه الحالة ديال الارتخاء الأمني، وتفاجأت بسهولة التقدم في العمق الإسرائيلي، وبالتالي وقعت حالة من الفوضى وبدأت تقوم بممارسات غير محسوبة. وهنا غيبدا الخطأ الاستراتيجي اللي وقعت في حماس، واللي كنظن أنه سيؤثر وسيرخي بظلاله على القضية الفلسطينية، خاصة ذاك المناظر ديال أنه شابة بملابسها الداخلية ومجموعة من الشباب يلقون أرجلهم عليها ويقومون باللعب في جثتها في منظر لا يقبله أيدي. هذا خطأ مهما اتفقنا على الأهداف ديال من قاموا بهذه العملية، ومهما اتفقنا على قدسية القضية الفلسطينية، ومهما اتفقنا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة ديالو، هذه مسألة لا يختلف عليها اثنان، ولكن على مستوى هذه الممارسة رسالة جد سلبية تم ترويجها على الحركات الفلسطينية، حركة المقاومة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية، وكذلك على الشعب الفلسطيني، لأن الغرب يرسم واحد الصورة على الجميع. كذلك لا نرى ما الفائدة من أن قتل جندي إسرائيلي ثم التمثيل بالجثة ديالو. تقول لي أن حتى الصهاينة يقومون بنفس الأمر، أنا أقول لك لا يهمني الصهاينة، لأنني لا أتقاطع معهم لا دينيا، لا أتقاطع معهم لا عقديا، ولا أتقاطع معهم لا إنسانيا ولا عرقيا ولا شيء، وأعرف بأنه كيان مغتصب محتل قام بما يقوم به انضباطا لعقيدة ولإيديولوجيا ولعقيدة عرقية واستعلائية. هذا دونك أنا لا أتقاطع معه، لكن أن يقوم بها شخص أتقاطع معه في الإسلام وأتقاطع معه في العروبة وأتقاطع معه في الإيمان بالقضية الفلسطينية، فهذا كيجعلني أننا نقول هذا خطأ. كذلك كيف يعقل أن اعتقال شابة وهي معتقلة وتبولت على نفسها ويتم اعتقالها وإقحامها في سيارة صغيرة مع 3 أو 4 شبان واقتيادها إلى غزة. هذه مسألة أنا ما أعرف ما هو الهدف السياسي مثل هذا التعامل هذا، ولا أفهم كيف يتم اعتقال أطفال
أطفال صغار إسرائيليين لا ذنب لهم فيما يحدث الآن، وربما لا يستوعبون حتى أبعاد الصراع وحتى أين هم، فيتم اقتيادهم إلى قطاع غزة، والبعض منهم يعني تحت ألواح يتم الدوس عليها من طرف بعض العناصر ديال حماس. هذا غير معقول. كذلك غير معقول أن يتم اعتقال سيدة مسنة في عمرها أزيد من 80 سنة ويتم اقتيادها إلى قطاع غزة والتنمر عليه بهذه الطريقة. فأنا لا أفهم ما هي الرسائل التي تريد أن تبعث بها حماس يعني إلى المنتظم الدولي. هذه نقطة. وبالتالي السؤال الآخر اللي كيطرح نفسه واللي كيحرض نفسه هو أن هذا التدخل ديال حماس في هذا التوقيت بالضبط، لأن التايمينغ أو التوقيت أو السياق مهم في حقل العلاقة الدولية ولا في حقل حتى الاستراتيجية، لأن الاستراتيجية هي مستراتيغوس من القائد اللي هي يعني مفهوم حربي بالأساس، يعني كيقول لك استعمال الأدوات والوسائل لتحقيق هدف الحرب اللي هو في الأصل يكون هدف سياسي. فالتوقيت مهم، توقيت اللي حنايا كنعيشوا فيه واحد المسلسل او واحد التوجه ديال التطبيع السعودي الاسرائيلي. اكيد هذا التطبيع السعودي الاسرائيلي فيه ايران في قلب يعني التحديات اللي وضعت التطبيع هذا. السعوديه ترى وتحلم برؤيه 2030 في توجه للاستغناء على النفط كمورد رئيسي للميزانيه ديال الدوله، تبحث أن تتحول إلى دولة خدماتية، تبحث أن تتحول إلى دولة سياحية، تبحث أن تتحول إلى دولة صناعية. وبالتالي هذه المجهودات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية يعني لا يجب أن يكون على المستوى الإقليمي يعني ما يهدد أمنها الإقليمي، وبالتالي يعني إفشال هذا المشروع يعني الكبير جدا وهذه الطموحات الكبيرة جدا التي يعني رفعتها السعودية، حيث رفعت السقف لا على المستوى السياسي، على المستوى الصناعي، على المستوى التجاري، على المستوى الخدمات، وحتى على المستوى الرياضي. كنشوفوا ان الدبلوماسيه الرياضيه تشتغل بقوه بان مئات الملايين من المشاهدين حول العالم توجهوا نحو مشاهده الدوري السعودي، وبالتالي لا يمكن ان يكون رهان بهذه القوه وتحدي بهذه القوه ويتم تهديدهم من طرف إيران الصفوية التي يحكمها بطبيعة الحال نظام إرهابي له مع السعودية علاقات عدائية، ماشي غير علاقة عدائية ولكن يمكن اعتباره عداء تاريخي من عهد صابور الأول وصابور الثاني، هذا ذو الأكتاف، وعداء إيديولوجي يعني أن السعودية وإيران على خطين نقيض، وعداء حتى عقدي لأن الدولة الصفوية هي نظام عرقي لبس لبوس الدين من أجل خدمة أهداف سياسية عرقية. ونحن نعلم أن إيران يعني اقتحمت أو اخترقت المذهب الشيعي وحولته من التشيع التقليدي إلى التشيع الصفوي، واستغلت مجموعة من الأقلام، الكافي، ابن بابويه القمي، نعمة الله الجزائري، من أجل شرعنة الحقد الصفوي الشيعي ضد كل ما هو عربي وكل ما هو مسلم سني. والسعودية يعني شئنا أم أبينا فهي في تلك المنطقة تمثل يعني مركز ثقل يعني الدول الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، بحكم أنها هي الخادمة لبلاد الحرمين، وبالتالي هي مركز ثقل يعني بغينا نقولوا الدولة الإسلامية بالتعبير التاريخي. وبالتالي احنا كنعرفوا بأن الصفويين يحلمون بإخضاع المملكة العربية السعودية، ويحلمون يعني بانتشال جثث ديال أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب والإعادة ديال المحاكمة ديالهم وفق يعني النظريات اللي كيأثروا لها. وبالتالي ترى إيران بأن التطبيع السعودي الإسرائيلي سيقلب المعادلة الاستراتيجية في المنطقة، لأن المملكة العربية السعودية تريد الاستفادة من الترسانة العسكرية الأمريكية، تريد الاستفادة من التكنولوجيا الإسرائيلية، تريد امتلاك التكنولوجيا النووية من أجل تحقيق توازن الردعي مع إيران. وبالتالي هي تقول بأن توازن الردع هو الذي من شأنه أنه يحقق السلام والأمن والاستقرار، وبالتالي يمكن أنني
يعني نحقق هذه الرؤية ديالي، خاصة وأن المملكة العربية السعودية يعني أصبحت تمتلك تلك الثقة الدولية، على اعتبار أن المملكة العربية السعودية يعني تؤمن بمبادئ الدولة الوطنية، وليس لها ذاك النظرة التوسعية على حساب الجيران أو على حساب الغير، وليست لها تلك النظرة حتى إلى يعني تصدير النموذج السعودي، ربما كما كان الحال في سنوات الستينات والسبعينات والثمانينات. وبالتالي كتشوف بأن إيران كتشوف بأن الحرب هي حرب وجودية مع المملكة العربية السعودية، وبالتالي يجب ضرب أي تقارب سعودي إسرائيلي. وبالتالي هذا اللي قامت به إيران، يعني التخطيط إيراني، التمويل يقدر يكون قطري، لكن التنفيذ ديال أدوات إخوانجية اللي هي ديال حركة حماس. ولأن إيران لا تريد القيام بعمل عدائي مباشر تجاه المملكة العربية السعودية، لأن هناك عودة للعلاقات السعودية الإيرانية بضمانات صينية، فهي حركت الأذرع ديالها بطبيعة الحال اللي هي حركة حماس. وهنا يتبين بأن ما قامت به حماس هو بعيدا عن خدمة القضية الفلسطينية، لأن لو أن فعلا حماس تريد خدمة القضية الفلسطينية وتريد فعلا مواجهة الاحتلال، لا يتم مواجهة الاحتلال عن طريق يعني مواجهات متقطعة، يعني في 20 سنة أنك تقدر تواجهه 2 4 5 أو 10 المرات أو 20 مرة بمعدل مواجهة واحدة كل سنة. هذا لا ما كيردلكش الأرض ديالك. ثانيا، لو أن يعني حركة حماس كانت صادقة في مواجهتها مع إسرائيل، فكانت لها فرصة ذهبية لنقل المعركة إلى الداخل الإسرائيلي. يعني أنا ما عرفتش واش كاين، ربما الحديث عن 1500 مقاتل من حماس الذين دخلوا إلى العمق الإسرائيلي. تصوروا معي لو أنه دخلوا 20,000 عنصر من حماس ونقلوا المعركة إلى الداخل وحولوا الحرب إلى حرب عصابات، أكيد سيكون هناك خلخلة للمشهد الأمني الإسرائيلي. وبالتالي كانت اون اوبيراسيون شيرورجيكال، العملية الجراحية بسيطة، لا أقول بسيطة يعني في علاقة بالخسائر ولا شنو حقت، واللي بعلاقة بالأهداف الروطومبي ديالها. فهنا نطرح السؤال: هل استفادت القضية الفلسطينية مما قامت به حماس؟ كنظن بأن حماس والفلسطينيين حاليا في عزلة دولية خطيرة لم يسبق لها مثيل، لأن الصراع العربي الإسرائيلي مر ب3 مراحل. المرحلة الأولى التعاطف مع إسرائيل حينما كانت الشعارات الناصرية والقومية العربية وإلقاء إسرائيل في البحر ويعني والمسح ديال إسرائيل من الوجود، فكان دائما ذاك التعاطف مع إسرائيل. شوية تحول التعاطف إلى الجانب الفلسطيني، وتم يعني النجاح في تقديم الصورة الحقيقية لإسرائيل أنها دولة احتلال، وأنها تمتلك الآلة العسكرية الجهنمية، وأنها تقوم بإبادة شعب أعزل لا حول له ولا قوة. وبالتالي الكل أصبح يتعاطف مع الفلسطينيين ويقول بأحقية الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة ديالو، وبضرورة احترام إسرائيل لحدود هذه الدولة المستقبلية اللي جعلوها العرب أنه يعني جعلوا الحدود ديال 67 هي الحدود المتفق عليها والمقبولة لدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. عزلة دولية خطيرة تعيشها القضية الفلسطينية، تعاطف دولي منقطع النظير مع إسرائيل، خاصة من طرف الدول الكبرى مثل ألمانيا، الاتحاد الأوروبي، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية. فالموقف اللي شوية متذبذب هو الموقف الروسي، ولكن في حدود الموقف وفقط. حتى العراب التاريخي في هذه العقدين الأخيرين لتنظيمات الإسلام السياسي الله أكبر الحق هو أردوغان، خرج بموقف عالي جدا، يعني بارد برودة المواقف التركية التاريخية بطبيعة الحال. وبالتالي أنا كنسمع بالأمس أن يعني جميع يعني المتاجر الكبرى ستخصص عائدات بالأمس في هولندا لإسرائيل. العرب كنظن لا يمكن التعويل عليهم، وهم يعني آخر من يعول عليهم. على الميدان الضحايا في المدنيين من الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني. المنتظم الدولي أعتقد بأنه سيرفع يده حتى على الشعب الفلسطيني، سيتركه أمام المصير ديالو. وبالتالي أنا أرى بأن ما قامت به حماس لا يخدم القضية الفلسطينية لا من قريب ولا من بعيد. وأنا متشائم جدا، لأنني أخشى أن الأمر لن يقف عند هذا الحد، وبأن هناك ترتيبات خطيرة في المنطقة
المؤشرات ديالو هو ان يعني حاملات الطائرات متوجهه الى المنطقه. انا لا استوعب ان يعني حماس توصل انها تهدد دوله من حجم الولايات المتحده الامريكيه ولا دوله من حجم اسرائيل، وان الولايات المتحده الامريكيه تحرك من اجلها حاملات الطائرات. اذا هناك ترتيبات اكبر من ذلك الشيء. كذلك هناك طائرات امريكيه من طراز سي 17 التي تحركت من قاعده العديد القطريه، وهذا التحرك ديال الطائرات في اتجاه اسرائيل لم تتحدث عنه قناه الجزيره بطبيعه الحال، لانها قناه الراي ولا راي الاخر، وبانها يعني قناه حتى هي وظيفيه وتأتمر حتى باوامر الولايات المتحده الامريكيه وحتى اسرائيل التي لها معها علاقات طبيعيه منذ يعني مده، واول قناه فتحت منصتها للإعلاميين والعسكريين الإسرائيليين للتدخل من خلالها وإطلاق وبث أفكارهم يعني وإدخالها إلى جميع البيوت العربية. وبالتالي تحريك حاملة الطائرات، إرسال طائرات أمريكية إلى إسرائيل، أعتقد بأن شيء ما يحضر، بأن اللعب كبير، والضحية أولا وأخيرا هو الفلسطينيون. أما حكومة نتنياهو المتطرفة فأعيد وأكرر أنه يموت لا 1000 ولا 2000 لن يهمها الأمر، لأننا كنت دخلت من داخل، يعني دخلت على القناة الإسرائيلية ذاك 24 وقلت بأن نتنياهو يقوم بتصرفات وبعمليات استيطانية خطيرة جدا، ولا الحكومة الحالية الإسرائيلية لها مواقف متطرفة من القضية الفلسطينية وحتى من مجموعة من الدول العربية. وبالتالي كانت حكومة نتنياهو تبحث لها عن مبررات لرفع مستويات التصرف، وبالتالي هي تريد يعني طي صفحة حتى حل ديال الدولتين. وأنا أعتقد بأن يعني ما قامت به حركة حماس ربما قد أكون مخطئ أنها ساهمت في تسريع تنزيل الاستراتيجية ديال حكومة نتنياهو المتطرفة على الأرض. فهذا كان المحاولة ديال القراءة ديالي لها ما وقع في اليومين الأخيرين، وهو يعني دعوة للنقاش وتبادل الأفكار أكثر منها يعني تحليلات يعني منطقية، على اعتبار أن حتى التحليل الاستراتيجي يبقى فن وليس علما. وبالتالي أن الأيام القادمة هي الكفيلة باش أنها تعطينا إجابات على مجموعة من التساؤلات التي يطرحها بطبيعة الحال الشارع العربي. فكان هذا هو التفاعل ديالي بخصوص الأحداث الأخيرة. شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.